احنا كنا عايشين في سلام لحد ما سكودا قررت تزلزل المنافسة وتنزل الكودياك الجديدة، العربية اللي واخدة لقب الدب الكبير. بس يا ترى الدب ده طيب ولا ممكن ياكل المنافسين؟ العربية دي مش جاية تهزر، تصميم جديد، شراسة اكتر، وتجهيزات تحسسك انك قاعد في كوكب تاني. بس هل فعلا تستاهل كل الضجة اللي معمولة عليها ولا مجرد كلام في الهوا؟ يلا بينا نعرف كل التفاصيل ونشوف ايه الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنتعرف على سكودا كودياك 2025. وعايز انوه ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان ناس كتيرة بتتفرج علينا وتمشي من غير ما تتابعنا. ده الجيل الثاني من سكودا كودياك، والعربية دي بتصنف ميد سايز كروس اوفر، يعني كروس اوفر متوسطة الحجم. والعربية دي متوفرة باربع فئات، اسعارهم الرسمية في الوقت الحالي الفئة الاولى بتبدأ من 2,750,000 جنيه، والفئة الاعلى تجهيزا ب 3,500,000 جنيه. وتقدر حضرتك تشوف الاسعار والفروق بين الفئات من خلال موقع كونتاكت كارز، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الوصف. سكودا كودياك الجديده جت بتصميم اكتر جراءه وهيبه، الواجهه الاماميه بقت اعرض واشرس مع شبك امامي كبير بالتصميم المميز لسكودا، والاضاءه الماتريكس LED اللي بتدي العربيه طابع هجومي وحديث. الجوانب فيها خطوط ديناميكيه حاده بتدي احساس بالقوه والانسيابيه في نفس الوقت، مع جنوط رياضيه بتصميم جديد باحجام مختلفه بتوصل لحد 20 بوصه. وبالنسبه لظهر العربيه فالتحديثات كلها واضحه، مع الفوانيس LED المميزه على شكل حرف سي، واللمسات الكروميه اللي بتضيف لمسه من الفخامه، غير السقف المايل شويه اللي بيزود من الطابع الرياضي للعربيه. فباختصار الكودياك 2025 مش بس SUV عائليه، دي SUV بشخصيه قويه هتلفت انتباهك من اول نظره. اول ما تفتح باب الكودياك 2025 هتحس انك دخلت جوه كبسوله مستقبليه فيها كل حاجة معمولة بعناية. الخامات بقت أفخم مع تطعيمات من الجلد والأليكانتارا ولمسات معدنية أنيقة تخلي المكسورة راقية وعملية في نفس الوقت. التابلو بقى مصمم بشكل انسيابي، وأهم ما يميزه هو الشاشة الضخمة ال 13 بوصة اللي بتدعم أندرويد أوتو، أبل كار بلاي، وايرلس، ولكن نظام التشغيل بتاعها مش أسلس حاجة في الدنيا، فهتلاقي فيه لاج بسيط. وعندك شاشة العدادات الديجيتال بمقاس 10 بوصة وطارة مالتي ماكسية بخامات ممتازة، ووراها زراعة نقل الحركة في المكان الجديد. وكودياك بتديك باقة كبيرة من التجهيزات، أهمها كاميرات 360 درجة، جودتها مش أفضل حاجة ولكنها مش وحشة. العربية فيها دخول وتشغيل بدون مفتاح، وفيها 2 شاحن وايرلس اللي بيدعم تبريد للتليفون أثناء الشحن، وعندك إضاءة محيطية RGB ب10 ألوان تغير المود بتاعك وانت سايق، وفي نظام صوتي من كانتون ب8 سماعات، وعندك فتحات USB-C وكراسي كهرباء فيها تسخين ومساج. وكل التجهيزات دي ممتازة في عربية عائلية بالحجم ده تخليك تحب العربية وتستمتع بمشوارك. ومساحات الركوب قدام ممتازة جدا، تاخد شخصين جسمهم عريض مش هيخبطوا في بعض، ومساحة الركوب الخلفية تاخد شخصين مرتاحين جدا وطفل صغير في النص، والصف الثالث ياخد شخصين مراهقين بشكل مريح. مساحات الرؤية في العربية جيدة جدا، النقط العامية مش كتيرة، والمرايات الجانبية كبيرة بتدي لك رؤية واضحة، والمساحات الزجاجية الجانبية كبيرة، وعندك فتحة سقف بانورامية لحد الصف الثاني كبيرة جدا وبتزود الإضاءة جوه المقصورة. ومساحات التخزين جوه المقصورة ممتازة جدا وكتيرة، ومساحة الشنطة الخلفية 650 لتر، ودي مساحة مهولة. منظومة الحركة في العربية دي ايه بقى؟ العربية دي بتتوفر بموتور 4 سلندر 1400 سي تيربو، بيطلع قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر. والموتور ده متوصل بنقل حركة ديوال كلاتش من 7 سرعات، ونقل الحركة ده ويت فيه تبريد بالزيت. والعربية بجرة أمامي العجلات. أرقام الأداء الرسمية من 0 ل 100 في 9.7 ثانية، والسرعة القصوى 202 كيلو متر. متوسط استهلاك البنزين في العربية 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر، وده استهلاك ممتاز على العربية بالحجم ده. أداء العربية ممتاز على مختلف السرعات، وده بسبب إنك معاك محرك العزم بتاعه بيطلع على RPM واطي، وإن أنت معاك
فتيس دول كلاتش الماني، ومنظومه الحركه دي مميزه جدا على العربيه، بتدي لك اداء ممتاز على عربيه بالحجم والوزن ده، تدي لك استهلاك بنزين ممتاز جدا. ونظام التعليق بتاع العربيه بيدي لك راحه وثبات ممتازين. ثبات العربيه ممتاز على السرعات العاليه، ومساعده برضو عرض العربيه ووزنها. الراحه بتاعت نظام التعليق برضو ممتازه، خاصه لان العربيه دي فيها تعليق خلفي مالتي لينك متعدد الوصلات، وده بيديك راحه حلوه قوي، ما بيديلكش احساس بان العربيه بتدبدب من ورا او انها ناشفه وبترزع زي ال 5008 مثلا. وعندك بادي رول في العربيه، بس ده على السرعات العاليه. وعايز الفت انتباهك لان العربيه هتلاقيها ممتازة في نقاط كتير كعادة عربيات سكودا. العزل الصوتي بتاع العربية ممتاز من حيث عزل صوت الهواء والمحرك ونظام التعليق، مش هتحس بأي أصوات خارجية تضايق جامد إلا لو أنت ودنك موسيقية بقى. التكييف بتاع العربية دي ممتاز، ولكنه بياخد حبة وقت على ما تحس إن العربية بردت، وده بسبب إن المكسورة كبيرة. وعندك فتحات تكييف خلفية برضو. وأنظمة الأمان في العربية ممتازة. العربية واخدة 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية، ودي حاجة ممتازة جدا. والعربية بتيجي بتجهيزات الأمان دي في الفئة الأعلى تجهيزا. ولو عايز تشوف الفروق بين الفئات زور موقع كونتاكت كارز، اللينك بتاعه في الوصف. العربية فيها 6 ايرباج، واي بي اس نظام منع انغلاق الفرامل، واي بي دي نظام توزيع قوه الفرمله على العجلات، واي اس بي نظام الثبات الالكتروني، وهيل هولد كنترول نظام مساعده طلوع العربيه على المطالع عشان العربيه ما تريحش منك وترجع لورا، وتي بي ام اس نظام مراقبه ضغط الاطارات، وامرجنسي بريك وفرونت كوليجن وورنينج نظام تحذير من التصادم الامامي، والفرامل بتاعته اللي بتمسك اول ما هتلاقي ان خلاص التصادم هيحصل، وبريك اسيست نظام بيدي لك كامل قوه الفرمله قبل ما رجلك توصل لاخر الدواسه في حالات الطوارئ، وتراكشن كنترول نظام منع هدر القوه على العجلات، ومثبت سرعه. طيب الخلاصه معانا في سكودا كودياك 2025. العربيه دي تطورت في التصميم الخارجي والداخلي عن الجيل اللي فات، والجيل ده بقى شكله ترندي وشبابي شويه. العربيه بتقدم لك خامات ممتازه وكراسي كهرباء ومساج وشويه دلع حلوين يخلوك تستمتع بالعربيه. كمان عندك مساحات ركوب ومساحات تخزين كتيره جدا، وده لان العربيه دي عربيه عائليه. العربيه ممتازه في ادائها، مش هتحس منها باي عجز في الاداء. كمان العربيه نقطه الثبات والراحه فيها ممتازين، متوازنه، وعندك العزل الصوتي ممتاز، والتكييف ما بيعبوش بس غير انه بياخد كام دقيقه في الاول، وقلنا ده علشان المقصوره كبيره. وعندك كمان العربيه واخده تقييم امان عالي ومعتمد، وفيها تجهيزات امان ممتازه. العربيه بس ما فيهاش حاجه تخوف غير بس ان الفتيس بقى ورا عجله القياده، ودي حاجه جديده مش عارفين هل هيبقى فيه منها مشاكل في المستقبل ولا لا. وفي الختام اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه علشان ناس كتيره بتتفرج علينا من غير ما تتابعنا. كمان ما تنساش تتابعنا على تيك توك وفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الوصف. وشكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.